السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة جينا مع بعضينا البسكوت. ايوه البسكوت اللي معروف في مصر ان هو ده في كل بيت مصري تلاقوا البسكوت. وتلاقوا الغريبة وتلاقوا الكحك ده والبتفور. الحاجات الاربعة دي من الحاجات الاصلية في كل بيت مصري. تمام، جينا النهارده نعمل بعضينا البسكوت، بس هنعمله بالقرطاس اللي هو القمع كده العادي، من غير المكنه اللي بتستخدمها ستي وستك. طب مقاديرك ايه يا امينه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا كيلو دقيق. اوكي. معايا 5 بيضات عشان حجمهم صغير، لو حجمهم كبير يبقى 4 بيضات. معايا بيكنج باودر. هناخد معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وهناخد معلقتين صغيرين من النشادر، وكمان عندي 3 معالق كبار من النشا، وعندي نص كوب من الحليب، وعندي كوباية من السكر الناعم مليانة، وكمان مزوداها معلقتين. يعني كوباية من السكر الناعم هرمي ومزوداها معلقتين، ونص كيلو من السمنة من الزبدة، وينفع يتعمل بسمنة. اوكي، انا هنا عاملاه بالزبدة. بسم الله على بركة الله. والفانيليا طبعا زي ما انتم شايفين. تقدري تستبدلي يا أمينة الحليب بالبرتقال. ممكن تشيلي نص كوباية الحليب وتضيفي في مكانها نص كوباية عصير برتقال فريش، يا إما عصير تانك. أوكي. وتضيفي معاها بشر برتقال. هنزل هنا بالزبدة بتاعتي والسكر الناعم، وهبتدي أخفقهم بالمضرب. لو انتي يعني ايه تقدري تعمليهم بايدك، تقدري تعمليهم بايدك زي ستي زمان كانت بتعمله بايديها، كانوش يعرفوا المضرب ده خالص. بصوا ضربتهم كده كويس جدا. اول ما الخليط يفتح معايا زي ما انتوا شايفين، اول ما تحسي الكريمه بقى معاكي شكله كريم زي كريم الشانتيه، هتنزلي بالبيض بتاعك. والمرحله دي مهمه، هتنزلي بيضايه بيضايه. ما ينفعش ان انت تنزلي بالبيض مره واحده، بعد كده الكريمه هتخرز منك ومش هتبقى لذيذه في البسكويت. اول ما تختفي معاكي البيض خالص كنت تروحي نازله بالبيضايه التانيه. نخلص اهو كله. هننزل دلوقتي بالفانيليا، ولازم مرحله الفانيليا. ولو انت هتعمليه بالبرتقال يعني مفيش داعي للفانيليا، وتضيفي بديل البرتقال بشر البرتقال. بديل الفانيليا بشر البرتقال. هنزل بالفانيليا، وانا هنا بحب الفانيليا السايله، بتدي طعم جميل جدا، نكهتها قويه وجميله. وهخفقها معاها تاني. بسم الله. وهنزل هنا معايا كيلو الدقيق، مش هنزل بيه دفعه واحده، لا، هنزل بنص الكميه الاول، واعجن الم بيه بايدي كده. تمام. هنا مرحله تعتبر المرحله خلاص يعني. وهنزل دلوقتي ايه بالنص الكيلو التاني اهو. في الوقت ده هنزل ب3 معالق النشا المليانين. ما تخافيش يا حبيبتي انت، وهي النشا هنا مش بينشف البسكويت، بالعكس جربيها وعلى ضمانتي. البسكوته بتبقى معاكي من بره مقرمشه ومن جوه ناعمه كانها بتفورايه مش بسكوتايه. اوكي. وهنزل عليها بمعلقتين صغيرين اهو من البيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر هنا ولا تكتري النشادر. لو كترنا البيكنج باودر والنشادر البسكوته هتبقى منفوشه معاكي، وتبقى كده مفروشه يعني في الصينيه. وهاخد النشادر اهو، انا مكلفتاه علشان لو سبته كده مش مقفول كويس النشادر لو شمها الهواء بتتبخر يا بنات. تيجي بعد كده تعملي تطلعي البطرمان ما بتلاقيهاش، فلازم تسيبيها في كيس تربطيها وتحطيها في بطرمان وتقفلي عليها كويس. هاخد نص كوبايه الحليب بتاعتي، هنزل عليها بمعلقتين ممسوحين من النشادر في كوبايه الحليب. ما تنزليش بالنشادر على طول على الدقيق، لا، لازم هنا التكايه دي مهمه جدا، ان انت تنزلي عليها في كوبايه الحليب وتروحي مقلباهم كويس. وحيد الله وصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده بسكوت العيد ده بيبقى جميل جدا، خاصة لما بتعملي الحلويات العيد تعمليها في البيت بيبقى لها طعم تاني وفرحة. العيال بيبقوا فرحانين جنبك وكلنا فرحانين مع بعضينا، بنبقى فرحانين قوي بين احنا بنعمل حلويات العيد. هنا بقى انا بقيت الم العجين. بعد ما لميت العجين اروح نازله بكوبايه نص كوبايه الحليب بتاعتي اللي جواها النشادر، وهلم. ما تعجنيش قوي، انت هتلمي بس. لو عجنتي قوي العجين هيعمل معاكي عرق والبسكوت هيبقى ناشف. يعني يا دوبك تلمي، او ما تحسي انها شربت سواء اللبن خلاص. بصوا العجينه انا بوريها لكم عامله ازاي، مش طريه ومش ناشفه. اقدر اتحكم فيها في القمع بتاعي في القرطاس، غير المكنه. في المكنه بتزوديها، زودي على الكيلو 4 معالق دقيق لو انت حابه تعملي في المكنه. بصوا انا بنزلها هنا بالقرطاس، بتمشي معايا بتجري معايا بسرعه جدا. شايفينها؟ يعني سهل وجميل وبسيط ومبياخدش منك مجهود ولا وقت.
وبيطلع كمان معاكي هش وخفيف تحفه. طبعا فرنك سخن، ظابطه فرني على 120 وفي الرف الوسطاني، وياخد من اللون يبقى كده. انا ما ولعتش عليه من فوق، انت لو لونه ما ظبطش معاكي ممكن تولعي عليه الشوايه ياخد معاكي اللون الجميل ده اللي انت شايفاه. تمام. اول ما طلع شايفين اهو رصيته في طبق التقديم، والكيلو عمل لي كتير على فكره. بصوا تحميره ازاي، انا بوريكي هنا بقول لك بصي عامل ازاي. حكايه حكايه حكايه، ولا ريحته ولا طعمه هش وخفيف كأنك بتاكلي بيتفور مش بتاكلي بسكوت. والله تحفة. شايفين بنتي سما تقول لكم اعملوا قلب لماما، اعملوا قلب. حبيبة قلبي اعملي لايك واعملي قلب وصلي على النبي انتي وهي، وما تنسيش تقولي من انتي وهي من اي بلد بتتابعيني. بسكوت من الاخر شغلي فاخر. نجيبه ليه من بره غالي؟ ما احنا نقدر نعمله في البيت، ولو مفيش عندك مكنه في قرطاس، والقرطاس ده بقى متوفر في كل بيت. شايفه الجمال؟ بصي هفتح لك، بصي عايزه اوريك ان هي بصي بقرمشه، بصي متماسكه من بره ومقرمشه وهشه وخفيفه. هفتح لك واحده هتشوفيها حكايه. بصوا مفرغه كمان وخطيره خطيره خطيره. امشي بتكاتي وهتلاقي نفسك عملتيه بسرعه البرق كده، مش هياخد منك وقت. تجدعني انت وهي، وبطلي كسل، واعملي كيلو دقيق هيطلع لك 2 كيلو بسكوت وانت قاعده في البيت. بقى لي تكاليف وجميل جدا. ضامنه زبدتك، ضامنه سمنتك، لو هتعملي بسمنه يمشي حاله، سمنه بلدي، عايز تعملي بزبده بلدي يمشي حاله، عايزه تعملي بزبده فرن يمشي حاله. انا هنا مستخدمه زبده فرن. بصوا الجمال، تحفه يا بنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.